الراجل ده كان نفسه يلبس لبس كابلز مع صاحبته، بس حتى أكبر مقاس في اللبس كان ضيق عليه جدا، وده خلاه يحس بعدم ثقة في نفسه. مع كده صاحبته كانت شايفة إن شكله حلو جدا في اللبس ومبسوطة بيه. حواليهم الناس كلها كانت فرحانة بلبس الكابلز، بس هو كان سرحان كأن في حاجة شغلة باله. صاحبته فهمت اللي جواه من غير ما يتكلم، وجابت له هدية بسيطة، جزمة كابلز شبه جزمتها. ساعتها هو قرر إنه يتغير علشان يقدر يلبس معاها وهو حاسس بثقة. بدأ رحلة طويلة، أكتر من 2 بيحاول يخس، كل يوم بيتمرن ويتعب وبيعرق كتير، بس كان مصر يكمل لحد ما في الآخر بقى راجل رشيق وواثق من نفسه. دلوقتي هو بيعيش مع صاحبته، وكل لحظة معاها مليانة حب وسعادة. وفي الآخر طلب منها الجواز بعد سنة، وبفضل مهاراته لقى شغل في شركة كبيرة في مدينة تانية. أول يوم ليه في الشغل حب يسيب انطباع كويس، فجاب قهوة لكل الناس في المكتب. ساعتها قربت منه موظفة جديدة، كانت باينة إنها ذكية، وادعت إنها بتساعده، وخدت القهوة وراحت سلمتها للمدير بنفسها. قدرت تسيب انطباع كويس قدام المدير. الراجل اتفاجئ، ما كنش متوقع إن أول يوم ليه في الشغل يحصل معاه كده ويتخدع بالشكل ده.